الله يبارك لصاحب الاختراع ده، فكرة جديدة بجد هتبهركم. معايا مية بتغلي على النار، هبدأ أضيف فيها الخيار، بخليه ياخد غلوة واحدة بس، وبطلعه على مية ساقعة. زي ما انتوا شايفين كده المية ساقعة، وحطيت كمان عليها تلج. بسيب الخيار يبرد معايا تماما، وببدأ أجهز دلوقتي معايا كده شرايح من التوم. هنجيب الخيار نعمل فيه فتحة بعد طبعا ما المية بردت عليه، وهنبدأ بقى نحشيه بالتوم بالشكل ده. بعد ما اخلص الكمية كلها هجهز كده معايا برطمانات تكون معقمة وجافة، وأضيف فيها الخيار، وعليهم كده عود من الروزماري لو متوفر عندك، نص معلقة صغيرة من السكر، معلقتين من الملح. وبعد كده هنبدأ نضيف معلقتين كبار من الخل، وهنضيف المية، والمية هنا مغلية وباردة. وبعد كده نحكم غلق البرطمانات بتاعتنا، ونبدأ نرج كده البرطمان عشان الملح يدوب معانا تماما، او تقليب الملح في المية كده الاول هو والسكر، وبعد كده تضيفيه على الخيار براحتك خالص. الخيار ده انا كنت عاملاه الصبح، هوريكم دلوقتي شكله بالليل بقى عامل ازاي. ما شاء الله تكليف نفس اليوم، وطعمه حلو قوي قوي، كأنك مخللاه من فترة. قطعوه بقى وقت الاكل بالشكل اللي انتوا بتحبوه، براحتكم خالص زي ما تحبوا. اتمنى فيديو النهارده لو عجبكم تدعموه باللايك والشير.